من اهم مستلزمات البيبي هو طقم العنايه. طقم العنايه ده هو عباره عن ايه؟ لازم يكون موجود في كل بيت ومع كل ام. طقم العنايه هو عباره عن فرشه، مشط، عندي ترمومتر حراره ديجيتال زي ما حضراتكم شايفين شغال، شفاط الانف، صباع عشان خاطر بيبي في حاجه في زوره ولا حاجه عايزين نشوفها، طبعا معاه الكشاف بتاعه. موجود عندي ترمومتر حراره، يبقى اذا موجود عندي 2 ترمومتر حراره وترمومتر ميه عشان طبعا درجه حراره الميه للبيبي. موجود عندي القصافه شكلها الجميل، شكلها الظريف ده، في مبرد، مقص، ملقاط، ومن الاساسيات صباع القش. صباع القش اللي كل ام طبعا بتحتاجه عشان خاطر ايه؟ سقف البق ده صباع القش الموجود عندنا، طبعا كل بيسال عليه لوحده، هو موجود معانا من ضمن طقم العنايه. موجود معايا حضرتك هنا طبعا ده نظام ايه؟ طاره كده اذا كان فيها حاجه نقطر فيها للبيبي او اي حاجه، دي موجوده معانا طبعا من ضمن المستلزمات. موجود معايا معلقه بمختبر او مدرجه بحيث برده لو في علاج او في حاجه للطفل ان انا اقدر اديها له بدل ما اجيب معلقه ثانيه، تبقى المعلقه الخاصه بيه فيها طبعا ايه؟ التدريج بتاعها منها كام سم. طبعا ده شكل من ضمن الاشكال اللي موجوده معانا للام اللي تقول لك انا مش محتاجه كل ده، محتاجه حاجه ايه؟ قليله شويه. وده طبعا طقم تاني في برضو الحاجات الاساسيه. طبعا في بعض الحاجات مش موجوده هنا، موجوده في الطقم الكبير، بس طبعا جميع الاطقم موجود معايا صباع القش الاساسي اللي كل ام بتحتاجه معاها، طبعا مع المشط والفرشه زي ما قلنا قبل كده. هنا ترمومتر حراره برضو، القصافه، المبرد، الملقاط، المختبر، شفاط الانف، دول من الاساسيات اللي لازم يكونوا موجودين مع كل ام وفي كل بيت للعنايه بالطفل. ومستنيينكم تنورونا في سنتر رأفت صيام شارع بورسعيد امام صيدليه ترشوب.